ازيكم يا احلى متابعين. النهارده معادنا مع مغامره جديده في عالم الخيال ومملكه الارواح، وهنشوف ازاي شاب بسيط وفقير والكل كانوا مستضعفينه قدر يوصل ويثبت نفسه وبيطلع انه اقوى واحد في المملكه. بس مشواره ما كانش سهل ابدا وبيواجه مخاطر كتيره جدا. تعالوا نشوف مع بعض ايه حكايته، وهل هيقدر يعرف قوته الروحيه دي كلها ايه السر وراها ولا لا. بس قبل ما نبدا طبعا تنسوش اللايك والشير للفيديو، وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا اشعار بكل فيديو جديد بنعمله. وقبل كل ده الصلاة على النبي. يلا نبدأ احداثنا. بتبدأ احداث مغامرتنا مع البطل شين لي، شاب بسيط عايش في قرية في القطب الشمالي. كان هو ومجموعة كبيرة من اهل القرية ماشيين وسط السلوك بيدوروا على واحد منهم اسمه ياو، وبعد وقت طويل من البحث قدروا انهم يلاقوه. بس للاسف بيلاقوا جثة في وسط التلج وعليه شباك عنكبوت. وفجأة بتقوم رياح قوية بتطفي المشاعل اللي معاهم، وساعتها شين لي بيستخدم سحره وطاقته الروحية في انه ينور المكان حواليهم، بانه بيظهر ورقة شجر سحرية كل ما بيوجهها في اتجاه بينور. وفجأة شين لي بيحس بوجود وحش روحي حواليهم وانهم في خطر كبير، وبيحذر كل اللي معاه. ومرة واحدة التلج حواليهم بيتحرك وبيخرج منه عنكبوت ضخم جدا وشرس، وبيبدأ يهاجمهم وبيقتل عدد كبير منهم لانهم ما كانوش مستعدين ولا فيهم اي حد بيتمتع بالقوة الروحية والسحر غير شين لي. وما كانش معاهم اي اسلحه غير شويه اقواس واسهم بيرموها على العنكبوت الضخم، بس هو بيتفاداها وبيهجم عليهم بقوه. ودي كانت فرصه شين لي انه يدافع عن اهل قريته وينقذهم من الموت. وبنتفاجئ هنا انه بيقدر كمان يتحكم في صواعق البرق، وبكام حركه سريعه بيستحضر قوه البرق اللي جواه وبيضرب بيها العنكبوت، وفعلا بيقدر يصيبه والعنكبوت بيتقلب على ظهره. وشين لي كان فاكر انه اتغلب عليه وبقوا في امان. في الوقت ده في مدينة الجليد الصخري في أقاصي الشمال في القطب الشمالي بنشوف دو شاو يانج قائد منزل السديم، وده في مكانة القائد أو الحاكم للمدينة. كان يانج واقف قدام القصر وبيتكلم عن قرية لينج بتاعة شين لي، وبيقول إن القمر بيظهر في الوقت ده هناك في القرية بشكل كامل، وكان مستغرب لأنهم مش بيشوفوا القمر خالص. ساعتها أبوه بيقول له إنه لو نفسه يشوف القمر قوي كده يروح القرية ويتجوز واحدة من بنات القرية ويرجع بيها علشان يعملوا اتحاد معاهم. وهنعرف ليه كمان شوية إيه أهمية قرية لينج دي. في الوقت بقى اللي كانت يوشي بنت زعيم قرية لينج اللي هي أصلا متسمية باسم عيلته كانت ماشية في التلج رايحة ورا شين لي. وشين لي كان مشغول بالقتال مع العنكبوت وبيحاول يقضي عليه، ولما بيهرب منه علشان يقدر يعمل حركات القتال وبيبعد عنه مسافة معينة علشان يضربه بصواعق البرق، بيتفاجئ ان قوته وطاقته الروحية الرعدية خلصت. واحد من اصحابه بينادي عليه ويقول له يستخدم يشم الرعد اللي معاه لانه متخزن فيه طاقة الرعد. وفعلا شين لي بيعمل كده وبيستخدمه وبيحرر الطاقة اللي جواه، وبيجذب كمان طاقة الرعد من السماء وبيوجهها على العنكبوت لغاية ما بيقتلوا مكانه. ساعتها كان يانج وابوه واقفين لسه بيتكلموا في القصر بتاعهم في مدينة الجليد لما بيشوفوا صواعق الرعد اللي بيتحكم فيها شين لي، وبيستغربوا ان قرية لينج فيها حد بيتحكم في الرعد، لان معروف عنها انهم ناس مسالمين جدا ومالهمش لا في القوى الروحية ولا القتالية ولا غيره. وفي اللحظة اللي كان شين لي قتل العنكبوت كانت يوشي وصلت وبتقول لهم إن ياو كان بيدور على وحش روحي علشان ياخد النواة الروحية اللي فيها كل قوته السحرية ويديها لبنته اللي كانت بتحلم إنها تكون من المميزين وأصحاب القوى النادرة، وبعدها بيشيلوا قتلهم ويرجعوا القرية يدفنوهم. وتاني يوم كان في احتفالات القمر، وشين لي بيفوق من نومه على حلم متكرر له بيحلم نفس الحلم بقاله 10 سنين من أول ما بدأ في استخدام قواه الروحية وإنه يتحكم في الرعد. في الحلم ده كان بيشوف نفسه ولد صغير ماشي على ممر بين تماثيل كتيرة وضخمة جدا لمحاربين كبار، وفي آخر الممر فيه تمثال لقائد قوي جدا ووراه علامات وطلاسم لقوى الرعد. وزي العادة شين لي بيصحى من نومه مش فاهم معنى الحلم ده ولا عارف بيدل على إيه. حتى صاحبه يوشين كان بيحاول كل مرة يفسره له بس ما كانش بيقول معنى يفيد أبدا. بس اللي كان أكيد إن الحلم ده له علاقة باللؤلؤة الروحية المختومة على شين لي من قبل ما يكون عنده 10 سنين. بس شين لي للأسف ما يعرفش مين اللي ختمها عليه، وده اللي مخليه بيتدرب طول الوقت على الفنون القتالية الروحية علشان يقدر يتعلم تعويذة الختم ويفتح اللؤلؤة دي. بس الحكاية دي مش هتكون بالسهولة دي أبدا، لأنه لو حاول إنه يفتح ختم اللؤلؤة ممكن يموت فيها. وشين لي ما كانش عنده مشكلة في كده حتى لو كان هيموت، بس يموت في سبيل إنه يفهم. بعدها بيروح شين لي في كهف في الجبل بيتدرب على تعويذة الرعد علشان يتعلم يتحكم فيها أكتر ويكون أقوى من الأول. في الوقت اللي يوشي كان في بيتها بتشتغل على العلاجات والأدوية الروحية اللي مشهورة بيها القرية بتاعتهم، وبتتكلم مع أختها على إن منزل السديم بيعتمد على قريتهم فيما يخص العلاجات الروحية دي، وعشان كده لازم القرية تفضل في أمان وما يحصلش بينهم مشاكل. بعدها بتروح لشين لي في الكهف وهو بيتدرب، ولما بتشوف قوته ومستواه اللي بيتطور بتقول له انه محتاج كمان 2 من التدريب علشان يوصل للمستوى الاعلى ويقدر يخلي الرعد يسري في جسمه من غير ما يأثر عليه. وبنعرف ان يوشي هي كمان عندها قوة روحية وهي انها تتحكم في المياه، ولما بتعرف انه استخدم امبارح كل قوة الورقة السحرية اللي كانت ادتها له بتديله واحدة غيرها وبتقول له يحافظ عليها لانها بتزرع ورقة واحدة كل سنة.
وبالليل كانت احتفالية القمر، وكل أهل القرية كانوا متجمعين علشان يشوفوا القمر لأول مرة من شهور، واليوم ده بالنسبة لهم عيد. وفجأة بيوصل يانج ومجموعة كبيرة من المحاربين من منزل السديم علشان يقبضوا على شين لي بما إنه ممارس الرعد الوحيد في القرية. ويانج بيتهموا إنه قتل سكان 33 قرية في منطقة القطب الشمالي بتعويذة الرعد. طبعا محدش بيصدقوا انه ملوش دعوه بالجريمه دي، وكانوا هيقبضوا عليه ويمشوا، بس شين لي بيطلب من يانج انه يحترم احتفالاتهم النهارده ويخلي ليله تعدي على الناس في سعاده، وهو هيسلم لهم نفسه ويروح معاهم من غير اي مشاكل. فعلا يانج بيوافق على الطلب ده، وبيحبسوا شين لي في مخزن في اخر القريه، وبيخرجوا للناس ويقولوا لهم ان كان في سوء تفاهم وبيخلوهم يكملوا احتفالاتهم. وقتها شين لي بيعمل انه نايم علشان يخدع الحراس، وبيخرج من فتحه سريه وبيروح للغابه ورا القريه علشان يتفرج على القمر اول ما يظهر، لانه مش عايز يفوت اللحظه دي ومش عاوز يهرب علشان ما يعرضش اهل قريته للخطر. ساعتها كان يوشين راح له علشان يخليه يهرب، بس شين لي بيرفض. وفجاه بيلاقي يانج ظهر هو كمان، وبيستغرب ان شين لي ما هربش، ولما بيتكلم معاه كان عنده فضول شديد انه يعرف طموح شين لي. ولما يانج بيعرف انه عاوز يوصل لممالك الفنون الروحيه الاقوى في العالم، بيتفاجئ انه عنده الطموح والثقه في انه يقدر يوصلها في يوم من الايام، لان كل الناس في القطب الشمالي مش عارفين غير منزل السديم وشايفينه انه احسن مكان في العالم، والكل بيحلموا انهم يكونوا جزء منه. ساعتها يانج بيعرض على شين لي انهم يتكاتفوا ويشاركوا بعض الطموح ده ويلفوا العالم ويوصلوا لاعلى الدرجات سوا بقوه شين لي ودهاء يانج وتخطيطه. ولما شين لي بيرفض عرض يانج وبيرجع على المخزن بعدها بشويه، بيحس بالخطر وبينادي على قائده الحرس ويقول لها تهرب هي والحراس قبل ما يانج يجي لانه هيقتلهم كلهم، بس هي مش بتصدقه. وفجأة بيظهر يانج وواحد من رجالته بقوته السحرية، بحركة واحدة من ايده بيقتل كل الحراس، وبيصيب القائدة بسهم في قلبها يقتلها في لحظة. ساعتها بيعرف شين لي ان دي كانت خطة يانج من البداية، ومش جاي علشان يقبض عليه ولا حاجة، وانه لف تهمة تدمير ال 33 قرية له علشان تكون سبب مش اكتر، وانه قتل الحراس دول دلوقتي علشان يتهم شين لي بان هو اللي قتلهم علشان يهرب. كل ده بقى علشان تبقى ورقة ضغط ضد عيلة لينج علشان يخليهم يرضخوا لعيلة دو الحاكمة لمنزل السديم، واللي يانج واحد منهم. ساعتها كان يوشين جه بسرعة علشان يهرب شين لي، بس بيتفاجئ بقتل الحراس، وكان هيهاجم يانج بس شين لي بيتصرف بسرعة وبيشتتهم بعيد عن يوشين، وبيضرب حارس يانج بصاعقة رعدية. طبعا يانج مش هيقف يتفرج، وبيستخدم قوته السحرية وبيضربه بقوة الرياح وبيرميه بعيد وبينزف، وبيسيطر على يوشين وبيهدد شين لي بانه هيقتل يوشين لو ما نفذش اوامره. وساعتها يانج بيؤمر شين لي انه يمشي في التلج ويختفي على اساس ان اصابته خطيرة وهيتجمد ويموت من التلج ومحدش يلاقي جثته، يا كده يا هيقتل يوشين. فعلا يوشين بيمشي زي ما يانج امره، لان يانج كان الافضل، وان شين يهرب من العقاب احسن من انه ما يعترفش بالجريمه اللي هو عاوز يلفقها له. وبعد شويه لما القمر بيظهر اخيرا، كانوا الناس بيطيروا الفوانيس ويحرقوا فيها اوراق مكتوب فيها امنياتهم. في الوقت ده كان شين لي في الغابه بيتفرج على ظهور القمر هو كمان، وبيطلع الورقه السحريه اللي اديتها له يوشي وهو حزين انه اتفرق عن الناس اللي بيحبهم. وفجاه بتظهر بنته قصاده وبتاخد منه الورقه السحريه وهو بيغمى عليه. وبيعدي كام يوم وكل اهل القريه بيدوروا على شين لي في الغابه وعند المنحدر الجبلي، ويوشي كانت بتروح تدور معاهم هي كمان، بس من تعبها بتقع منهم لانها مصابه بحاجه اسمها سموم النار مش بتخليها تستحمل البروده زي باقي الناس، وبتقع بسرعه. واهل القريه بيرجعوا بيها على القريه في الوقت اللي راح يانج لزعيم القريه والد يوشي وبيطلب منه انه يزوجه يوشي علشان يبقى في علاقه نسب مع منزل السديم تحميهم. وبنروح للبنت اللي كانت ظهرت لتشين واللي كانت معاها كتيبه كامله من الجنود، وكانت الكتيبه دي بقياده سونج قديسه رابطه شيوان تيان وشيوان قديس الباجي، والاتنين كان عندهم قوة روحية وسحرية قوية جدا. وبعد ما بيفوق شين لي بيتخانق معاهم لانه كان فاكر انه هيؤذوه، بس بيتفاجئ انهم مجموعة من المتحكمين في الرعد، وكانوا في مهمة لوادي الجليد علشان يقتلوا وحش حاصد الارواح من العالم السفلي واللي بيدمر العالم ببطء. ولانهم كانوا تايهين في الجبل الجليدي بيطلبوا المساعدة من شين لي وندلهم على الطريق الصح. وساعتها شين لي بيوافق بشرط انهم يساعدوه وينقذوا قريته من يانج وعيلته، بس سونج بترفض لان بالنسبه لها اهل القريه ناس عاديين مفيش مشكله انهم يضحوا بيهم او يسيبوهم يموتوا في سبيل المهمه الاكبر. فشين لي وقتها بيقول لها انه مش هيعرف يدلهم على الطريق لان اصابته خطيره ومش هيقدر يمشي المسافه دي كلها. بس بنتفاجئ ان سونج بقوتها الروحيه عالجته تماما وبقى احسن من الاول كمان علشان ما يكونش له حجه. وقبل ما يدلهم على الطريق بياخد الورقة السحرية من شيوان الأول، وفي الطريق شين بيتكلم مع قائد الجنود وبيعرف منه إن سونج عندها قوة روحية وفن قتالي ما حصلش، وتعتبر هي وشيوان الأقوى بممارسين الرعد. وبعد مسافة كبيرة بيعدوا على قرية كانوا كل أهلها ماتوا بشكل مأساوي، وشين لي بيعرف إن سونج واللي معاها هم السبب في موت الناس دي. ولما بيتهمهم إنهم مجرمين وإزاي يقتلوا كل الناس بالبرودة والوحشية دي، قائد الجنود بيقولوا إنهم كانوا في حرب مع وحوش حاصد الأرواح، واول ما الحرب بدات كانوا اكتر من 3000 جندي، وبعد حروب كتيره ما بقاش باقي منهم غير العدد القليل ده، وان سونج وشيوان الوحش اصابهم اصابات شديده لسه لغايه دلوقتي بيتعالجوا منها.
ولما شين لي بيعرف الحقيقة بيوافق يدلهم على الطريق الصح، بس بيطلب من سونج انها تبعت حد لمنزل السديم يقول لهم الحقيقة وانهم السبب في موت ال 33 قرية، مش شين لي هو اللي قتلهم. بس سونج بترفض لانها مش عاوزة تتحمل خسارة واحد من جنودها هتحتاج قوته في قتال الوحوش. وبعد شوية كانوا وصلوا لبحيرة هانج المتجمدة، وسونج بتخلي مجموعة من الجنود يعبروها الأول علشان تطمن إن مفيش خطر عليهم. بس أول ما الجنود بييجوا يعبروا البحيرة التلج من تحتهم بيتكسر وبيقعوا في المية المتجمدة. ساعتها شين لي بيعرف إن دي البحيرة الأسطورية اللي بتكنسها سلحفاة سحرية عايشة على أكل المعادن، وبتجذب أي صخور أو معادن علشان تاكلها، مع إنها المفروض دلوقتي تكون في سباتها السنوي. بس غريب بقى ان شهيقة بيجذب لها المعادن اللي ممكن تكون قريبة منها، وعشان يكونوا في امان وما بيعبروا لازم يقلعوا الدروع الحديدية اللي لابسينها. وفعلا سونج بتأمر كل الجنود يتخلوا عن دروعهم وتتحكم فيهم وتطيرهم فوق البحيرة علشان تتأكد من نظرية شين لي. وفجأة التلج بيتكسر في الأماكن اللي فيها الدروع، والسلحفاة في قاع البحيرة كانت بتجذبهم وتاكلهم. وبعدها هما بيعبروا البحيرة، شوان بتضايق سونج وتخطف منها صندوق غالي عليها كانت معلقاه في حزامها زي السيف وبترميه في المية. وساعتها سونج بتنزل المية بسرعة علشان تسترجعه، وشوان بتمنع الجنود من انهم يساعدوها، وشين لي هو اللي بينزل المية بسرعة علشان ينقذها قبل ما تتجمد، وفعلا بيلحقها وبيكملوا طريقهم. في الوقت ده كانت يوشي وافقت على انها تتجوز يانج علشان تنهي الخلاف اللي بين عيلتها وعيلة يانج. في الوقت اللي كانت شيوان رجعت البحيرة وجابت الصندوق بتاع سونج التاني، ولما شين لي بيسألها هي لما راحت تجيبه تاني كانت رميته ليه من الأول، ساعتها بيعرف منها ان الصندوق ده أمنيات سونج وذكريات حياتها كلها علشان كده غالي عليها. وفجأة بتظهر سونج وتهاجم شيوان بسهام من التلج، بس شين لي بتصدي لها وبيقول لها انهم ما ينفعش يتقتلوا والمفروض يوفروا وقتهم لمقاتلة الوحوش. وتاني يوم بيكملوا رحلتهم وبيوصلوا لطريق جبلي، وما كانوش عارفين الاتجاه الصح اللي كملوا فيه ايه، فشين لي بيروح هو وقائد الجنود يتسلقوا الجبل العالي علشان يشوفوا الطريق الصح. وساعتها بيوصلوا القرية مهجورة، ولما بيدخلوا يدوروا فيها على اي حد يسألوه على الطريق مش بيلاقوا غير قاو صاحب شين لي وعامل فيها امير القرية بقى. مرة واحدة شين لي بيضرب قائد الجنود ويكتفه ويقول لقاو يرجع بيه على القرية علشان هو الدليل على ان شين لي مش هو اللي قتل ال 33 قرية. وبيرجع شين لي لسونج والباقيين وهو بيصرخ وبيقول لهم ان الوحش ظهر لهم واكل قائد الجنود. بس قبل ما يكمل الجملة بيلاقي قاو وقع على الارض وقائد الجنود واقف وراه، وقاو قال له على اصله وفصله، وانهم لو فضلوا في الطريق اللي بيدلهم عليه شين لي هينتهي بيهم الحال لوادي ذئاب التلج. وساعتها قاو بيقول لهم انه هيدلهم على الطريق الصح. وبعد شويه كانوا وصلوا الوادي الجليد، ولما بيدخلوا الوادي يدوروا على الوحش الروحي شين لي بيتفاجئ بدخان اسود سيطر عليه، ومره واحده بيلاقي كل اللي حواليه اختفوا، ولما بيمشي يدور عليهم كان هيقع من على المنحدر الصخري. ساعتها سونج بتلحقه وبتدخل معاه الكهف اللي فيه الساحره او وحش حاصد الارواح، وكانت سيطرت على كل الجنود وقاو وبتمتص طاقتهم الروحيه علشان تكون اقوى. فسونج بتدي لشين ختم سحري علشان يدخل يحطه على المذبح ويحجم قوى الساحره ويحبسها علشان يعرفوا يقتلوها. وعشان يوصل للمذبح كان لازم انه يعمل متسيطر عليه وبيمشي في هدوء، بس الساحره كانت اخدت بالها منه وبترمي عليه تعويذه بتخليه يتحبس في افكاره ويشوف يوشي، وكان هيسيب الختم اللي معاه بس سونج بتنبهه وبتفوقه في اخر لحظه، وبيكمل هو وبيحط الختم على المذبح قبل ما الساحره تقتل سونج. وساعتها بيتحبس مع الساحره في قبه من الطاقه اللي بتمنعهم من الخروج، وسونج والباقيين بيستخدموا قوتهم في انهم يسيطروا على الساحره ويحاولوا يقضوا عليها، ومش بيحرروا شين لي علشان ما يغامروش بهروبها. ساعتها شين لي كان في خطر والساحره كانت هتمتص طاقته الروحيه، فبيستحضر قوه الرعد من السماء ويضربها بيها لغايه ما الكهف بيتهد عليهم وتموت الساحره. ولما قاو بيرجع يدور عليه بيتفاجئ بمجموعه من الذئاب الجليديه جايين واقفين على باب الكهف، ولما شين لي بيفوق بيلاقي نفسه في القمه الجبليه هو وقاو، والقائده ليه زعيمه الشمال بتؤمر الذئاب انهم يوصلوهم لقريه لينج. فبيفتكر ساعتها انه بيحلم وبيغمى عليه تاني، بس لما بيفوق بيلاقي نفسه هو وقاو على ظهر الذئاب راجعين القريه، بس بيقابلوا يوشين في طريقهم وبيعرفوا منه اللي حصل وان يوشي هتتجوز من يانج. فشين لي بيروح بسرعه على منزل السديم، وفي منزل السديم كانت الاستعدادات للزفاف والذئاب بتجري باقصى سرعه علشان شين لي يلحقهم قبل ما يتمموا المراسم. وفي اخر لحظه بيقتحم شين لي القصر والذئاب الثلجيه بتهاجم الحراس وبتخلي له الطريق، وبيدخل يفاجئ الكل بظهوره. وساعتها بيتقاتل مع يانج لانه ما كانش عاوز شين لي يقول الحقيقه وان هو اللي قتل قائده الحرس من عيله يي ويعمل بينهم مشكله اكبر من كده. المفاجاه الاكبر بقى كانت ان شين لي دخل عالم كاي يوان للفنون القتاليه الروحيه، وده مستوى عالي جدا بيسيب علامه على جبهه الشخص، وهو قدر يوصل للمستوى ده وقت ما كان بيستحضر قوه الرعد وهو بيتقاتل مع الساحره. ويانج مش بينسحب من القتال غير بعد ما شين لي بيأكد له انه هيشرح كل حاجه لعيله يي ويمنع الحرب اللي ممكن تقوم بينهم بسبب قتله لقائده الحرس. وعشان شين لي يجبرهم انهم يصدقوا كلامه ويسمعوه بيظهر لهم شعار شيوان تيان اللي ادته له سونج، والشعار ده تاكيد انه عضو في مدرسه تيان ومحدش يقدر يرفع عينه فيه.
حتى يانج بيقدم له احترامه، وبعدها شين لي بيقول لوالد يانج على الحقيقة وبيأمرهم انهم يلغوا الزواج وترجع يوشي معاهم القرية وملوش دعوة بعلاقتهم مع ييه. وبعدها لما بيروح ياخد يوشي علشان يمشوا، ما كانتش راضية انها تمشي معاه لانها هتروح معاه بأي صفة ومنع زواجها ليه وهو مش ناوي يتجوزها اصلا. وفي اخر اليوم يانج بيتصالح مع شين لي وبيتفق معاه انهم يساعدوا بعض لانه معجب بطموحه وشايف انه يشبه له وانه الاحسن انهم يكونوا متعاونين مع بعض. فبيعرض عليه انه يوصله للمعلم ياو خبير تقنية في القوى الروحية علشان يساعده في انه يرتقي بمستوياته القتالية. ولما يانج بيعمل كده ابوه بيعجبه تصرفه لانه بيساعد واحد من شيوان تيان وهيكسب ولاءه في المستقبل ويخدم مصالحهم. ولما المعلم ياو كان بيدربه، شين لي بيشوف رسومات غريبة بيكتشف انها اجزاء من اللوحة اللي كان بيشوفها في حلمه باستمرار. والمعلم بيتفاجئ بكده وبيقول له ان دي المصفوفة الروحية، والرموز دي الاسلحة لما بيتم التركيز عليها بتتحول لاقوى وانقى الاسلحة الروحية اللي ممكن استخدامها. وبيستغرب شين لي يعرفها منين. وساعتها شين لي بيقول له على جده اللي كان في الاصل خبير تقنيه ومن 13 سنه كان مسافر معاه لما حصل هجوم من الوحوش الروحيه على قريه لينج، وجده ساعدهم في القضاء على الوحوش دي واستقر هناك فتره لغايه ما جده اختفى فجاه وهو ما يعرفش راح فين. فالمعلم بيقول له انه ما يعرفش جده يبقى مين، بس ممكن يلاقيه في مملكه شوجيو، اعلى مكان للفنون الروحيه المتقدمه، وانه لو عاوز يلاقي جده لازم يدخل هناك. تاني يوم بقى شين لي بيصحى على خبر ان في جثث كتيره وناس اتقتلوا فجاه ومحدش عارف السبب، والكل خمن ان ده بسبب وحوش الروح اللي ظهرت فجأة. وساعتها يوشي بتحس بالخطر على ابوها وعيلتها وبيقرروا انهم يرجعوا القرية علشان يساعدوهم ويحموهم. في الوقت اللي كانت شيوان اخت يوشي اختفت ويوشين قاعد في القرية مستنيها بفارغ الصبر علشان يطمن عليها، بس هي كانت وقتها وصلت لمدينة في الجنوب والناس كانوا مستغربين شكلها ولبسها الغريب جدا بالنسبة لهم لانها كانت لابسه فرو كتير جدا عليها لانها جايه من قريه في الجليد. ولما بتلاقي نفسها غريبه وسط الناس وبيتريقوا عليها بتدخل محل وبتشتري فستان جديد مع انها ما كانش معاها غير عملتين اتنين بس صاحب المحل بيضطر انه يديهولها علشان يحافظ على سمعه المحل وان مفيش حد الا وبيشتري منه. ولما بنرجع لشين بنتفاجئ ان الساحره او وحش حاصد الارواح اللي المفروض يكون قضى عليه في الكهف لسه عايش وبتراقبه، وهو كان حاسس ان في حد ماشي وراه بس مش عارف مين. وتاني يوم بيتفاجئ هو وقاو ان يوشين اللي كان سهران معاهم من امبارح مش هو يوشين الحقيقي، والناس ساحره وكانت متنكره في شكله علشان تعرف كل اسرار شين لي ومدى قوته. ولما شين لي بيعرف كده بيمشي زي التايه في القريه يدور عليها وشاكك في كل اللي حواليه. بيتفاجئ بعدها بظهور سونج اللي بتحذره من وش حاصد الارواح وانها تقدر تتنكر في صوره اي حد، خصوصا اكتر حد هو بيحبه علشان تنتقم منه بعد اللي عمله معاها في الكهف لما ضربها بصواعق الرعد. بس شين لي بيحس بحاجه غريبه في سونج وبيشك فيها لما بتقوله ان وحش الارواح متنكر في هيئه يوشي، وبتخليه هو وقاوي يروحوا يتاكدوا بنفسهم. فبيروحوا على بيت يوشي ويراقبوها، ولما مش بيلاقوا عليها اي حاجه غريبه بيمشوا وهم مش عارفين يتصرفوا ازاي. بيقرر شين لي انه يروح تاني ويختبرها بنفسه ويقول لها انه هيتجوزها، وساعتها بيشوف انعكاسها في المرايه على انها وحش الارواح فعلا. فبيرجع لسونج وقاوي بيتفقوا على طريقه يقتلوها بيها، بس برضه شين لي ما كانش واثق في سونج وحاسس ان في حاجه غلط. فبيطلب من قاوي انه يروح الشمال علشان يقابل اميره الشمال لي اللي كانت خلت الذئاب بتاعتها توصل لهم علشان تساعدهم. وفعلا قاوي بيروح، بس هو في الطريق بيلاقي يوشي قدامه. في الاول بيعرف انها مش الحقيقيه، بس هي بتقنعه انها هي، وفي اللحظه اللي بيتقرب منه بتخليه يدخل في نوم عميق، وبتطلع انها هي وحش حاصد الارواح. وبتقول له انها ما رضيتش تقتله في الكهف لانها استشعرت الظلام اللي جواه، وان هو الشخص اللي الوحوش كانوا بيدوروا عليه علشان يقودهم في الحرب اللي جايه، وان لما يصحى من نومه هيكون واحد تاني خالص. وفي الوقت اللي كانت وحش حاصد الارواح سيطرت على قاو وخلته يغمى عليه قبل ما يوصل لملكه الجليد، كانوا في القريه بيجهزوا للاحتفال وزفاف شين لي ويوشي. محدش كان عارف ان ده مجرد فخ كان شين لي عامله علشان يكشف حاصد الارواح ويقتلها زي ما اتفق مع سونج. وهو والد يوشين كان مستغرب هما ازاي هيعملوا فرح واخته يوشي مختفيه ومحدش عارف راحت فين، بس هما بيقولوا له انهم هيعملوا الزفاف للفعل الحسن. المهم ان بعد شويه كان شين لي ويوشي دخلوا القاعه وبداوا طقوس الجواز، وكل اللي كان شين لي بيفكر فيه انه يحط الختم السحري في المكان اللي قالته عليه سونج في الوقت المناسب علشان يحبس حاصد الارواح ويسيطروا عليها، وعلشان ينقذ روح يوشي ويرجعها تاني. وفي اللحظه اللي بيحرر الختم السحري اللي معاه بيقول لكل الموجودين ان دي مش يوشي الحقيقيه وانها حاصد الارواح متنكر في شكلها. وسونج بترجع لاخر القاعه، وهنا بنتفاجئ ان سونج هي اصلا حاصد الارواح وكانت بتلعب بيه من البدايه من وقت ما رجع القريه، وده علشان تنتقم منه بعد ما اذاها في الكهف وكان هيقتلها. دي بقى كانت صدمه كبيره لشين لي اللي بيتفاجئ انها بدات تهاجم الكل وتمتص قواهم الروحيه، وبيطلع الختم اللي هي ادته له قبل كده مجرد تعويذه لتحرير وحوش الظلام علشان يهاجموا الناس. وهنا بتظهر على حقيقتها بعد ما كانت قتلت عدد كبير من الناس،
وشي اللي بيعرف منها ان يوشي كانت الحقيقة طول الوقت، حتى لما كان بيعترف لها بحبه وان عاوز يتجوزها كانت هي يوشي فعلا، وحصيدة الارواح هي اللي لعبت بيه وخدعته وخلته يشوف انعكاسها هي في المراية علشان يتأكد ان يوشي هي حاصدة الارواح، مع ان ده مش صحيح. في اللحظة دي كانت سونج الحقيقية وصلت ومعاها الجيش بتاعها وبتتقاتل مع حاصدة الأرواح اللي كانت قوية برغم إصابتها الشديدة اللي حصلت لها في الكهف لما شيلي ضربها بصواعق البرق والرعد. وبعد شوية قتال عنيف بين سونج وحاصدة الأرواح بتحاول إنها تهرب ومش بتلاقي قدامها غير المنحدر الجبلي. وساعتها يانج وصل هو كمان وبيمنع شيلي وأي حد من القرية إنهم يطاردوا حاصدة الأرواح ويقتلوها. وفين وفين على ما يانج بيسمح لشيلي إنه يروح يقتلها بعد ما أقنعوه إن هو الوحيد اللي كان قدر يأذيها في الكهف، وده كان مقابل ان يانج هو اللي ياخد الفضل في قتلها. في الوقت اللي كانت سونج بتقاتل حاصدة الارواح بتدخل العالم الروحي بتعويذة من الساحرة الشريرة وبتشوف ان شين لي هو الفارس اللي هي بتحبه من زمان. وفجأة شين لي بيفوقها وبيطاردوا الساحرة للمنحدر الجبلي، ويوشين فجأة عينيه اتحولت وطاردهم هو كمان. وشين لي بيروح الاول للكهف اللي كان بيتدرب فيه على صواعق البرق والرعد ويوصل لمستوى اعلى من القوى الروحية علشان يستخدمها ضد الساحرة الشريرة. ولما بيروح وراها كانت قتلت عدد كبير من جنود سونج ومش بتنفع تشكيلة الدرع اللي عملوها حواليها علشان يقيدوها. وهنا شيلي بيخلي سونج تمشي هي والباقيين وبيتقاتل هو مع الساحرة وبيستخدم صواعق البرق السماوية التسعة واللي كانت قوتها أسطورية بتتجمع من السماء ومن أعمدة البرق التسعة اللي كانوا في الكهف اللي كان بيتدرب فيه. والصاعقة بتنزل على الساحرة حاصدة الأرواح تمحيها من مكانها وما بقالهاش أي أثر. وشين لي كان هيموت لولا ان يوشين بيجري بسرعه وبينط في الكهف ويحمي شين لي من الصاعقه اللي كانت هتنزل عليه تقتله. ويوشين هو اللي بيتبخر وقاو ساعتها كان فاق وراح لملكه الجليد زي ما شين لي كان قايل له. في الوقت اللي كانت يوشي راحت الكهف تدور على شين لي، وفي اللحظه اللي صواعق البرق التسعه بيتكونوا كانت يوشي اتأثرت بيهم وبيغمى عليها وبتطفو في الهواء وبتنتقل للعالم الروحي وتشوف ذكرى قديمه جدا من حياتها السابقه. وبنعرف ان يوشي هي روح الارض وشين لي هو سيد الحرب، والاتنين ما كانش مفروض انهم يقعوا في حب بعض، لان لو القوى الظلاميه عرفت بعلاقه الحب اللي بينهم هيقضوا عليهم ويستغلوها ضدهم من قبل حتى ما يقدروا يكونوا مع بعض. وواحده بتقول لها انها هي اللي هتختار اذا كانوا يحبوا بعض ولا تنسى شيلي. ساعتها يوشي بتفوق تاني وشيلي بقى ما كانش له اي اثر ولا حد عارف هو راح فين ولا عايش ولا ميت. وسونجا كانت متفاجئه من قوته اللي مفيش حد قبله وصل لها اصلا، فكانت عاوزه تعرف اصله ايه ومين اهله. بس يانج بيقول لها انه مجرد شاب بسيط من قريه لينج وبس. وبعدها بيروحوا لزعيم القريه وبيقولوا له على اختفاء شين لي ويوشين. وفي الوقت اللي كانت هتقوم خناقه بين يانج واهل القريه وكان هيقتلهم كلهم بناء على كلام سونج علشان ما تسيبش وراها اي اثر، علشان متورطه في موت شيوان زميلتها اللي كانت معاها في الاول، وعشان القائد بتاعها ما يعرفش ان شين لي هو اللي قتل الساحره حاصده الارواح. بس فجأة بيدخل قاو وبيخلي يانج يتراجع عن اللي بيعمله لما بيقول له انه ملكة الجليد مش هتكون راضية عن اللي بيعمله مع اهل القرية لانها صديقة شين لي. وشونج لما بتعرف المعلومة دي بتتقلب على يانج وبتخليهم يضربوه علشان ما قالهاش ان شين لي كان وصل بيت السديم على ذهاب ملكة الجليد وانها صديقته. ويانج بيحلف لها انه ما كانش يعرف اي حاجة من الكلام ده. وبعدها بتبدأ سونج انها تعمل مؤامرة وتوقع بين عيلة يانج وعيلة لينج علشان يقضوا على بعض. في الوقت اللي كان قاو راح الكهف اللي شين لي قتل فيه الساحرة الشريرة علشان يدور عليه ولا يلاقي اي دليل يعرف هو اختفى فين. وساعتها شبح الساحرة بيظهر له وبتديله خاتم سيد الظلام علشان يبقى اقوى كيان في الارض ويقدر ياخد كل اللي هو عايزه، وقوته دي هتمحي الكراهية من قلبه علشان هتخليه يقدر على اي شيء. وبيوافق وبياخد الخاتم اللي كان على مقاسه تماما. وفي الوقت اللي الكل كانوا فاكرين ان شين لي مات خلاص بنكتشف انه لسه عايش وبيفوق يلاقي نفسه في جنب ينبوع في الشمال وفي واحد لابس اسود في اسود بيحضر له الاكل. وشين لي ساعتها ما كانش في قوته ولا قادر يتحرك وبيغمى عليه تاني من غير ما يعرف مين الشخص اللي انقذ حياته ده. ولما بنرجع ليانج كان وقتها متضايق جدا ان الكل شايفين ان شين لي احسن منه واولهم سونج. وبيتفاجئ وهو قاعد في المطعم ببنت نازله من فوق وبتتخانق مع واحد وبتضربه علشان ماشي وراها مكان ما تروح. ويانج لما بيشوفها بتضرب الشاب ده هو نفسه بيحس بالاهانه وبيروح وراها علشان يعرف هي مين. ولما بيضربها القلم اللي اديته للشاب من شويه هي بترد عليه وبتنزل فيه ضربه ومش بتسكت له. وكانت هتستخدم قواها السحريه بس رجعت في كلامها علشان محدش يعرف حقيقتها. وفي وسط الخناقه والشاب بيتكشف وبنتفاجئ انها هي شيوان وما ماتتش ولا حاجه زي ما سونج بتقول او فاكره. وبعد يومين كانت شيوان اخت يوشي رجعت القريه ومعاها معلمينها الاثنين لولي وزينج من وادي غيشيا، وكانوا جايين معاها لانها وهي بتتدرب في الفتره اللي فاتت على القوى الروحيه ما كانتش عارفه تتقدم لانها عرفت باللي كان بيحصل في القريه وكانت خايفه وقلقانه على اختها وابوها، فكانت عايزه تطمن عليهم علشان تقدر تكمل تدريب.
كانت شيوان قالت للمعلم زينج على سم النار اللي في جسم يوشي، فبيقرر انه يتأكد بنفسه. ولما بيمسك ايديها علشان يعرف طاقتها الروحية والسم ده ايه، بيعرف ان في سر كبير ورا يوشي وعندها قوة اكبر من اللي ظاهرة عليها، وبيعرض عليها انها ترجع معاهم وادي غيشي علشان تتدرب هناك وتتعلم ازاي تتحكم في المية وتطهر روحها من سم النار ده لما توصل لمستوى عالي من الممارسة للقوة الروحية. ولما زينج بيقعد مع لولي لوحدهم بيقول لها انه اكتشف ان يوشي عندها قوة روحية كبيرة جدا، والغريب ان معمول عليها ختم سحري بيخليها ما تعرفش تستخدم قوتها بشكل حقيقي. والختم السحري اللي على قواها الروحية ده من الأراضي الذهبية الوسطى، واللي مكانها جزيرة معزولة عن العالم. وبيستغرب ازاي قوة زي قوة يوشي موجودة هنا في المكان التلجي ده، وبيعرف ان يوشي بتزرع الأعشاب العلاجية السحرية، واستغرابه بيزيد لما بيلاقيها بتزرع عشبة نادرة جدا. حتى المعلمة الوحيدة اللي بتزرع أعشاب سحرية بقالها 2000 سنة ما قدرش انها تزرع النبتة دي، يبقى ازاي بنت بسيطة ومبتدئة جدا نجحت في كده؟ وتاني يوم كل اهل القريه بيتفاجئوا بشين لي جاي، واول ما بيشوف زعيم القريه بيعتذر له انه ما قدرش يقتل الساحره الشريره وينتقم لاهل القريه اللي هي قتلتهم، بس الكل بيشكروه وبيقولوا له انه قتلها فعلا وخلصهم من شرها. وبعدها شين لي بيحكي للزعيم ان وقت ما يوشين انقذه من صاعقه البرق اتفاجئ بشخص نزل مره واحده للكهف وانقذ حياته. ولما فاق شاف الشخص ده بس ما قدرش يتعرف عليه ولا يعرف هو مين ولا حتى شاف وشه. ولما استعاد صحته فاق لقى نفسه على باب القريه. ولما شين لي بيروح يطمن على والد يوشين بيلاقيه في حالة صعبة جدا. ولما بيحاول انه يساعده ويقومه من على الارض، هوا بيمسك في دراعه مرة واحدة وبيسأله حفظ الصور والرسومات اللي بيشوفها في حلمه ولا لأ. ومن غير ما شين لي يرد على سؤاله، العم هوا بيقول له انه لازم كل ما يحلم نفس الحلم يحفظ الرموز والرسومات اللي بيشوفها، ولما يصحى يرسمها ويتدرب عليها ليل ونهار. ومرة واحدة العم هوا بيروح في النوم، ولما شين لي بيصحيه وبيسأله عرف حكاية الحلم دي منين، بيتفاجئ انه ما يعرفش هو بيتكلم عن ايه اصلا، وان اللي قال له يحفظ الرسومات من شويه كان واحد تاني بيتكلم من خلال هوا. وشين لي بيفتكر ان اللي كان بيكلمه ده جده. وتاني يوم كان يانج جاي يعتذر للزعيم لينج ويطلب منه انهم يصلحوا العلاقات بين العيلتين وبلاش يخسروا بعض. هو خارج بقى من القريه هوا بيهجم عليه وكان عايز يقتله وبيتهمه ان هو السبب في موت زوجته وابنه يوشين، بس الزعيم بيلحق هوا وبيبعده عن يانج وبيخليه يمشي بسرعه من القريه. بس بعدها بيروح عند بحيره صغيره علشان ينظف هدومه من الميه اللي رماها عليه هوا. وفجأة بيلاقي مجموعة كبيرة من أهل القرية جايين بيهاجموه وبيقبضوا عليه وبيتهموه إن قتل هوا. ولما بيرجع معاهم القرية بيشوف جثة هوا وهو مستغرب لأن مش هو اللي قتله، واللي عمل كده أكيد قصده إنه يوقع بين العيلتين علشان يقضوا على بعض. وفي مكان تاني في جبل الجليد كان لي مو حامل السيف الأسطوري كان رايح يقابل ملكة الجليد لي. ولما بيقرب من المكان اللي هي فيه بيعترض طريقه اتنين من الذئاب الجبلية وبيمنعوه من انه يتقدم خطوة. ما كانوش يعرفوا انه صديق قديم للي، بس الذئبين بيبدأوا يهاجموه علشان بيعتدي على أرضهم. وفجأة ليمو بيفضي المية اللي كانت معاه في الإزازة ويوقعها على الأرض، فبتحول للسيف الأسطوري وبيقتلهم بيه لغاية ما بيطعنهم والذئبين بيقعوا على الأرض. وساعتها الملكة لي بتظهر وبتتخانق معاه علشان قتل الذئاب بتاعتها، بس هو بيقول لها انهم متخدرين بس وكلها شوية ويفوقوا. وبيحول السيف تاني لمية ويرجعها الإزازة تاني. والملكة لي اللي كانت في هيئة ذئب بتهاجمه بتعويذة سحرية بتظهر فوق سحابة من الجليد بترمي عليهم أسهم ورماح وصخور ثلجية مكان ما يروح، وهو بيطير في الجو وبيحاول الهرب في نفس الوقت اللي كان شين لي ويوشي وزينج ولولي في طريقهم لمنزل السديم. لما بتظهر قدامهم فجأة السحابة الجليدية وبتهاجمهم زي ليمو، فالكل بيهربوا يمين وشمال. وفي اللحظة اللي شين لي كان في خطر فيها يوشي قوتها السحرية بتظهر فجأة وعينيها بتتلألأ باللون الأزرق وبتتحكم في الأرض من تحتهم بتعمل زلزال والأرض بتتشق والباقيين كانوا هيقعوا في الوادي ده. ومرة واحدة بيغمى عليها وبيظهر من حواليها نبات غريب بيحاوطها بفروعه الخضراء الممتدة واللي بتتحرك بسرعة جدا وتحميها. ونفس النبات برضه بيظهر من تحت الأرض ويحاوط شين لي واللي معاه علشان يحميهم، بس الأمور كانت خرجت عن السيطرة وبيخرج أشجار ضخمة جدا من الأرض. ويانج كان هيقع لولا إن شين لي لحقه واتمسك بيه، وقاو هو كمان كان في خطر لما فجأة بتظهر قوة الخاتم السحري بتاع سيد الظلام وبيخرج منه دخان اسود بيمسك في الناحية التانية من الصخور ويخرج. ويوشي كان لسه مغمى عليها والنبات اللي محوطها بيرتفع بيها للسماء. ساعتها كان الجو هدي خلاص والملكة لي ظهرت في هيئتها البشرية وبدأت تتكلم مع ليمو وتسأله ايه اللي رجعه تاني بعد ما اختار انه يتخلى عنها ويسيبها ويمشي طول السنين دي. فليمو بيقول لها انه ما كانش عارف يتطور في مستويات القوى الروحية وكان عاوز يكون اقوى وتشوفه بطل، فاختار انه يمشي علشان يشوف العالم ويتعلم مهارات جديدة، وهو واخد عهد على نفسه ان لما يجي الاوان هيرجع لها تاني بعد ما يكون اقوى ما يمكن. ولما بيطلب منها انهم يرجعوا تاني ويكملوا حياتهم مع بعض لي بتوافق، بس كان عندها شرط واحد هنعرفه احنا بعدين. وبنرجع بعد كده لشين لي والباقيين لما بيرجعوا على مدينة السديم، وكان معاهم باو واحد من جنود سونج اللي بيستولى على المدينة ويحكمها بدل والد يانج. كل ده من الخطة بتاعتها علشان توقع بين العيلتين.
وبعدها شين لي لما بيروح اوضته في القصر بيبدا يرسم الرموز اللي كان بيشوفها في حلمه زي ما العم هوا قال له، وساعتها بيقول له يوشي على اللي حصل وانه ممكن اللي بيتكلم ده هو جده مثلا. وساعتها يوشي بتقول له انه ممكن جده ما يكونش بشري عادي وانه ممكن يكون مستخبي عن عمد. وشين لي بيوافقها على الراي ده وبيقول لها انه عشان كده مش هيقعد يستنى وهيروح يتعلم الفنون الروحيه الاعلى علشان يوصل لمستوى اعلى واكبر. وبعدها كان يانج ماشي في الشارع وشين لي بيظهر فجأة من وراه وكان هيستخدم قوة البرق علشان يقتله، بس بيرجع في كلامه في آخر لحظة وبيهرب. بس ساعتها كان واحد من جنوب بقى وشافه وراح بلغ إن شين لي بيطارد يانج علشان يقتله. ساعتها بقى بيفرح إنهم نجحوا في إنهم يوقعوا بينهم. بس المفاجأة إننا بنكتشف إن يانج وشين لي أصلا متفقين لما بنشوفهم واقفين سوا عند عمود النور الأسطوري الممتد للسما على حافة جبل السديم. وكان يانج بيحكي لشين لي ان العمود المنير ده اتعمل من الاف السنين علشان ينور للناس طريقهم ويعرفوا وجهتهم وان نوره نابع من نور النجوم اللي في السماء. وبنرجع فلاش باك وبنعرف ان شين لي كان قبله في السر من كام يوم واتفق مع يانج انهم يمثلوا انهم بيكرهوا بعض وعاوزين يقتلوا بعض، وان بعد اللي حصل لهم في الطريق ورقائق التلج الضخمه اللي كانت بتهاجمهم يانج بيقول لشين لي ان الوحيده اللي تقدر على القوه دي هي الملكه لي. وشين لي بيقول له انه عارف ان مش يانج اللي قتل هوا وبيطلع فاهم وعارف ان في حد عاوز يوقع بينهم علشان يموتوا بعض. بس يانج بيستغرب لان القريه ما بقاش فيها حد غير اطفال وناس كبيره في السن، يعني مش بيمثلوا اي خطوره اصلا. والاتنين بيكتشفوا ان سونج هي اللي ورا المؤامره دي ومستعده تقتل اي حد في سبيل انها تنجح زي ما عملت مع ال 33 قريه، وانها عاوزه تقضي عليهم علشان ما حدش يعرف ان مش هي اللي قتلت حاصد الارواح وتخسر سمعتها واسمها اللي الكل بيعمل له الف حساب. وشين لي كان عاوز يستخدم المعلومات ضد سونج بانه يتفاوض معاها علشان توصله للطائفه الاثريه اللي جده ممكن يكون مستخبي وسطهم، وكان متفق معاهم برضه يوشي وقاو بيخططوا مع بعض للخطوه اللي جايه. وبعدها يانج بيرجع يقابل سونج عند عمود النور زي ما هي طلبت منه وبتحكي له قصه عمود النور الاصليه بقى وبتقول له ان من 300 سنه كانوا الناس عايشين في خطر من هجمات الوحوش الروحيه، فاتحاد القوى بعت اقوى الناس في العالم الروحي علشان يبنوا العمود ده وعملوا معاهده مع ملكه الجليد علشان الناس يعيشوا في امان. وبتقول له كمان ان العمود قوه سحريه كبيره جدا محدش يعرف حجمها الحقيقي، وان اللي هيقدر يحرر القوه دي من العمود هو سيد الرعد والمساعد او التابع بتاعه، ولو ده حصل كل الوحوش اللي في العالم البشري هتختفي ومش هيكون في خطر تاني. ساعتها سونج بتدي ليانج الحبه المضيئه اللي هتخليه يرتقي لاعلى مستويات القوى الروحيه علشان يقدر يحرر القوى السحريه اللي في العمود، وبتقول ان المقابل علشان ياخد القوى السحريه اللي في العمود ويوصل لاقصى مستوى من القوى الروحيه هيكون لازم عليه انه يقتل شين لي، وان لو عمل كده هيكون تلميذها. في الوقت ده كان ليمو راح المدينه مع الملكه لي وفتحوا محل لبيع الاغراض القديمه والاثريه. ويشي بتروح لباو وتواجهه وتقول له انها عارفه ان هو اللي قتل هوا وعندها الدليل ومش هتظهره غير في الوقت المناسب، وهو كان فاكرها بتهزر ولا بتخدعه، بس بيطلع ان يوشي عارفه اسرار كتيره جدا. وتاني يوم كان شين لي وصل للمدينه وبيدور في كل المحلات على حد من اللي بيبيعوا الاغراض الاثريه لغايه ما بيوصل لليمو وبيوري له الرسومات اللي معاه اللي كان بيشوفها في حلمه وبيساله عليها لو كان شاف اي حاجه زيها قبل كده. في الاول كان ليمو بيمشيه ومش عاوز يتعامل معاه لانه شايفه مش هيشتري منه حاجه، بس بإشارة من لي بينادي عليه تاني ويشوف الرسومات دي، واول ما بيرتبهم جنب بعض بيخرج منهم قوة سحرية ولي بتخفيها بسرعة قبل ما شين لي ياخد باله منها. وليمو بيتفق معاه ان لما يكمل الدايرة او الرسمة يبقى يرجع له وهو هيساعده. وبعدها ليمو بيتكلم مع لي وبيعرف انها صممت تيجي المدينة هنا علشان خاطر شين لي وان وراها سر ما يعرفوش. ولما بنرجع ليانج كان متجمع مع شين لي وقاو ويوشي اللي بتقول لهم انها عملت فخ الباو وقالت له انها هتتجوز يانج علشان تعمل تحالف بين العيلتين لانها عارفه انه مش عايزين تحالف ولا حاجه وبكده هيحاول يقتلها، بس شين لي وقاو ما كانوش موافقين علشان ما يعرضوهاش للخطر. وبعدها شين لي بيمثل قدام الكل ان ما يعرفش بزواج يوشي من يانج وانه اتفاجئ ومش موافق، وبيدخل القصر ويهاجم الحراس علشان ياخدها بالعافيه، بس يانج بيقول له انها موافقه على الجواز. وساعتها زوجة الزعيم بتزعق لشين لي وبتغلط في يوشي وانها ما تنفعش تكون من عيله دو بعد كل اللي بيحصل ده منها هي وشين لي، وكل شويه خناقه على الجواز، فشين لي بيهددها ان اللي هيغلط في يوشي هيقتله. وبعدها مساعد سونج بيخدر شين لي اللي بيفوق بعدها بيلاقي نفسه في اوضه زوجة الزعيم ودمها على ايده وهي مقتوله على الارض في اللحظه اللي بيدخل فيها الزعيم وكل اللي في القصر وبيتهموا ان هو اللي قتلها بما انه كان بيهددها من شويه، واللي كان ورا قتلها فعلا هي سونج، وبتوقع بين يانج وشين لي بجد علشان تفرقهم وتبوظ خطتهم ضدها. في الوقت اللي كان شين لي في الزنزانه لما بيحس بألم شديد في راسه ومره واحده بتنفجر طاقه الرعد اللي جواه وبيقتل باو، وبتظهر علامة جديدة على جبهته وبيخرج من السجن وبيروح يواجه يانج عند عمود النور. سونج كانت واقفة على جبل بعيد عند المدينة تتفرج على اللي هيحصل وهم بيدمروا بعض، وبتحصل المواجهة بينهم وبيقاتلوا بعض بقوة رهيبة جدا،
وبيبدأ عمود النور إنه يهتز من تأثير قوتهم عليه، وقوتهم الروحية هما الاتنين بيتفاعل عمود النور وبتنفجر القوة اللي جواه، وكان هيمحي المدينة كلها من على الأرض. في اللحظة دي كان يانج اكتشف حجم الخدعة اللي سونج وقعته فيها، وفجأة بيظهر سيد الحرب وبيتفاجئ إن هو الشخص اللي سونج بتحبه ومحتفظة بذكرياتها معاه في صندوق الذكريات اللي مش بيفارقها أبدا، وكان نسخة طبق الأصل من شين لي. المهم إن سيد الحرب بيسيطر على الانفجار وبيخليه يتراجع ولا كأن حاجة حصلت، وبينقذ المدينة من الدمار. ولما يانج بيفوق هو وشين لي ما كانوش فاهمين أي حاجة من اللي حصلت، وسونج بتفاجئهم بالحقيقة وبتقول لهم إنها في الأول كانت عاوزة تقتلهم، بس بعد ما شافت قوتهم على حقيقتها قررت إنها تدربهم وتاخدهم للعالم السفلي الموجود تحت قارة شيلان بتاعتهم لقلعة الضباب، علشان يشوفوا البوابة اللي بيخرج منها الوحوش والشياطين ويساعدوها في القضاء عليها. وساعتها كانت شوان مستخبية وبتسمع سونج وبتعرف الخطة بتاعتها. لو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكم مننا كل جديد.